Наш главный враг — это и религиозные конфликты, терроризм, борьба, наркоторговля. السيدات والسادة، المجتمع العالمي، الأمم المتحدة والدول الأعضاء في الأمم المتحدة وقادة القوى العالمية ومنظمات حقوق الإنسان الدولية وشركات البحث على الإنترنت والصحفيون المستقلون والمحللون السياسيون والمدونون، أنتم جميعا ضامنون للسلام والحرية وحقوق الإنسان والديمقراطية في جميع أنحاء العالم. يسألك شعب طاجيكستان والحركة الديمقراطية الشعبية في طاجيكستان AMOT على أساس المادة الأولى من إعلان حقوق الإنسان: جميع الناس ولدوا أحرارا من الأم ويتم حماية حقوقهم على أساس هذه الاتفاقية والقوانين الدولية. الأخرى، في طاجيكستان 31 عاما حكمها رئيس واحد رحمون وعائلته. لقد اغتصبوا واحتلوا كل فروع نظام الدولة وأعلنوا أنفسهم الله. نحن الشعب الطاجيكي البسيط لم نشعر بالحرية وحقوق الإنسان والديمقراطية في أرضنا التاريخية. هذه العائلة جعلت الطاجيك الحقيقيين شيئا وأداة وعبدا. طاجيكستان لا تمتثل لقوانين حقوق الإنسان الدولية. لا حرية الكلام، لا ديمقراطية ولا عدالة، لا أول مساعدة طبية مجانية، لا يوجد عامة الناس المتعلمين الحرة اللائقة، لا كهرباء لعامة الناس في الشتاء، لا يوجد اتصال وانترنت في المناطق الجبلية، لا أرض للطبقة العاملة لزراعتها، لا يوجد عمل لائق، لا يوجد حد أدنى للأجور، لا إعلام مستقل، صحفي، مدون وزعيم للمعارضة، لا عمل مجاني، لا توجد مصرفية مستقلة جميع البنوك تنتمي إلى عائلته وعشيرته، لا يحترم القانون الدولي لمؤسسة حماية الأسرة والطفل، لا توجد انتخابات ديمقراطية، ينقسم المجتمع والشعب إلى مجتمع واحد وآخر. كل هذه الأفعال ارتكبها ابنه رستامي إمام علي بالقوة والعنف والاستبداد وضد الشعب والمجتمع الدولي من أجل أن يصبح الرئيس بدون إرادة الشعب. هناك مطاردة حقيقية لجريمة ضد الإنسانية: طرد، قمع، قذف، نصب، قهر، تدمير، عنف، إبادة جماعية، طرد محامين وصحفيين ومثقفين وأمة طاجيكيين بسيطة من أرض التاريخ وما بعدها. نساؤنا وأمهاتنا وبناتنا وأطفالنا يتعرضون للقتل والقمع والاغتصاب. هذه العائلة والعشيرة تدعم وترعى الإرهاب الدولي وتهريب الأسلحة والاتجار بالبشر والدعارة وكارتيلات المخدرات باستخدام القوانين والمواثيق الدولية، بل وتستغل ثقة العطف وحب الدين. إذا تحدث الناس عن الحقيقة الحقيقية عن حقوق الإنسان والديمقراطية وحرية التعبير وحرية الدين بالنسبة له ولأقاربه، فسيقومون بتلفيق قضية جنائية ويضعونه في السجن لسنوات عديدة إذا كان ناشطا، فسوف يقتله دون محاكمة أو تحقيق. لقد قاموا برشوة الجميع. الطاجيك يستغلون كعمالة رخيصة. هذا هو استغلال الإنسان على الإنسان. فكرنا الحلم هو الحرية والديمقراطية، وسوف نتحدث ونصرخ بصوت عال وسننتصر. نطلب من كل من يشاهدنا الاشتراك في قناتنا، مثل مشاركة مواد الفيديو الخاصة بنا ودعمنا.
تم إنشاء الكون والإنسانية بالكامل من قبل خالق كل واحد لمنفعة بعضهما البعض. أوقفوا الاحتلال والطرد والقمع السياسي والمكائد السياسية والتلاعب والإقطاعية الحديثة والعبودية والإبادة الجماعية والتعذيب والتمييز ضد الشعب الطاجيكي من أرضهم التاريخية. الحرية لكل الشعب الطاجيكي مع خالص التقدير ایزاتولو داداپوف. کی میگوید جواب ایران؟ نزدیک خلق چی جواب میتید که ما امروز آبروی تاجیکستان در عرصه بین